كأس إفريقيا بالمغرب والبداية بحفل الافتتاح. هناك من أعجبه الحفل وهناك من انتقده، لكن وليد كيف رأى الحفل؟ بكل صراحة الحفل كان مليح، لا بأس به. احنا كما يقولوا شوف نبدأ ليس كما كان منتظر على حسب النقاد، مش على حسابي أنا. شوف راك في إفريقيا ما تقدرش تشوف حاجة يعني حاجة في الطوب، حاجة كبيرة يعني. كي تجي تشوف انت الحفلة تاع البارح، حفلة ككل حفلات تاع كؤوس إفريقيا اللي فاتت، يعني شفنا فقط. لكن هناك من قارنها بالشان، قال لك افتتاح الشان في الجزائر كان أضخم على الحفل تاع الأمس. الشان كان أفخم من نعم، الشان في الجزائر كان أضخم من كأس إفريقيا. شوف نعطيك حاجة. احنا جزائريين يا أخي، هكذا احنا جزائريين والحمد لله رانا أذكياء وعندنا عقل نخمو به. احنا ماشي كيما المراركة، ما نهبطوش المستوى تاعنا ولا يعني نتصيدوا أي حاجة. قلنا حفل مليح لا بأس به، وتحدوا فيه يعني الظروف، كانت ظروف مناخية صعبة بيان سور، كانت أمطار وكذا. على كل حال كان الملعب تاعهم هذا جديد اللي داروه، شفنا ملعب أيضا ما شاء الله. مدة الحفل ما كانتش كبيرة، ربما تقدر تسألني تقول لي مدة الحفل كانت 10 دقائق، حوالي 10 دقائق، ربما الظروف اللي ما سمحتش، لكن بالمجمل بصفة كان حفل مقبول. كان حفل مقبول لا بأس به. في إفريقيا كي تشوف حفلة كيما هذيك بعيدا عن البهرجة وبعيدا عن طبيعة الحال. أنا قلت لك، أنا بديت لك في الأول قلت لك حنايا ماشي الناس اللي نخرجوا في البلاطوات كيما هما تما في المروك يخرجوا كل دقيقة يتصيدوا لنا عفايس كاع ما كاش منهم بالذكاء الاصطناعي، يحولوا أمور ويكذبوا ويديروا شائعات. احنا الناس واقعيين، نتكلموا واش شفنا واش كاين. إذا كانت حاجة مليحة نقولوا مليحة، حاجة ماشي مليحة. البارح نقدر نقول لك النقطة السلبية كان انقطاع في الحفل، كان خلل تقني، فهمتني. كنا نشوف في الحفلة بيان سور، يعني نقول لك الظروف المناخية قلت لك تحداوها المنظمين تما وخرجوا بحفلة لا بأس بها. ربما كاين أمور تنظيمية، ولا مثلا أنا شفت البارح لأول مرة رئيس اتحادية تاع كرة القدم تاع البلد المنظم لا يلقي كلمة. شفنا رئيس الفيفا فقط وموتسيبي هما اللي يلقاو الكلمة. كان المفروض نفوزي القجال صاحب الأرض أول من يلقي الكلمة لجمهوره. هذا أمر طبيعي. وشفنا